أولاً، جون ستاثام يعرف عالمياً بأدواره في أفلام الأكشن والمغامرة. تم تصويره على مدار السنوات على الشاطئ، وكان جسده يبدو مختلاً. أحياناً بدا زائداً قليلاً في الوزن، وأحياناً أخرى أقل وزناً، وفي هذه الصورة كان وزنه أكثر قليلاً. ثانياً، ريغنان فريسون يعرف بدوره في فيلم ملك الغابة، لذا فلا يوجد مشكلة في تصويره للفيلم وهو شبه عارياً مبيناً جسداً رياضياً ويتمتع بالصحة. لكن بعد عقدين من الزمن نرى أنه لم يعد يحب إظهار جسده بذات الطريقة. ثالثاً، فان ديزل لطالما أبهر نجم أفلام الأكشن العالم بجسده المليء بالعضلات، لكنه في عام 2015 التقط أحد المصورين صورة له دون قميص، مما أظهر عدم وجود أي ملامح لبطنه الرياضية. يبدو أنه استرخى قليلا، وفي فيلم فاست أند فوريوس 8 عاد لمظهره المعتاد. يبدو أنه بين الفيلم والآخر يتردد على الصالة الرياضية لبعض الوقت. رابعا، جون ترافولتا إنه النجم الجذاب في السبعينات في غريس، وهو فيلما موسيقيا كوميديا، حتى أنه أصبح عشقا لعدة أجيال من السيدات حول العالم. إلا أنه بمرور السنوات تغير شكل الممثل بشدة، وحاليا استطاع الحفاظ على الوزن المناسب، إلا أنه ليس جذابا كما كان ذات يوم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب.